السلام عليكم. النهاردة بقى قررت أقول لكم كل أسرار كشري أبو طارق في البيت. انسوا بقى محلات الكشري وهنعمله أحلى وأوفر وأنضف بكتير وحاجة مضمونة. أنا النهاردة جايبة لكم الخلاصة وأسرار أول مرة تعرفوها. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا العظمة دي ازاي. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فاطمة. لو لسه ما اشتركتوش ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنبتدي بيها وهي الحمص. هنجيب ربع حمص نشطفه وبعدين نحطه، يفضل قبلها بليلة وممكن ساعتين نحط عليه مية مغلية. وبعدين العدس نفس الكلام، هنغسله ربع كيلو عدس هنغسله وبعدين هنحطه برضو في مية مغلية وهنسيبه برضو لمدة ساعتين. وبعدين هنا برضو في تريكة كده، هنقطع البصل، ممكن نقطعه رفيع او نعمله في مبشرة الشيبسي، نعملها في المبشرة على الجنب بتاع الشيبسي. وبعدين هنحطها في مصفى ونحط عليها ملح ونسيبه يصفي ميته. وهو اصلا يفضل بصل ابيض بس للاسف ما كانش متوفر عندي. وبعدين هنحط الزيت اللي هو هنعمل بيه الطبخة كلها، وبعدين هنخليه يغلي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنحط البصل، واول ما يبتدي ياخد لون هنفضل نقلب فيه لغاية ما ياخد لون ذهبي، وهنخرجه في مصفى عشان يفضل مقرمش. هو يفضل البصل الابيض لان البصل الابيض نسبة السكر فيه اقل فمش بيتحرق بسرعة، ونسبة المية اقل فبينشف في الزيت اسرع، وده سر قرمشة المحلات برضو. وبعد كده هنصفيه بقى نحطه على مصفى زي ما قلت لكم، بعدين من المصفى على مناديل. هنا هنبتدي على طول في الصلصة. هناخد من زيت البصل 4 معالق وبصلاية صغيرة، وده سر برضو عشان خاطر هو صلصة الكشري مش بتتعمل بتوم بس، هي بتتعمل ببصل وبتوم. اول ما البصلة تبتدي تاخد لون احط معلقة توم وهبتدي اقلبهم مع بعض. هنا بقى هفضل اقلب عشان خاطر التوم بياخد لون على طول. واول ما احس ان انا شميت ريحة التوم كده وخلاص خد لون ذهبي كده مع البصل، هبتدي على طول انزل بنص معلقة كزبرة ناشفة وهبتدي اقلب. مش هحط خل هنا لان انا مش بعمل فتة، انا بعمل كشري عادي. وبعدين هنزل بمعلقتين صلصة كبار وهبتدي اقلب برضو. اول ما الاقي الثوم والبصل والصلصة بيغلوا مع بعض كده على طول هروح نازلة عليهم ب2 لتر طماطم مفرومة من غير مية خالص عشان تبقى تقيلة كأني عامل محشي كده. هنا بحطها في الخلاط وبفرمها من غير مية خالص. وبعدين هي بتتسبك كده. اول ما بتتسبك كده بنزل عليها بالبهارات على طول، نص معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه ماجي فوريه، ونص معلقه كمون، وكمان معلقه سكر صغيره. وهنا بقى في سر كمان اللي هو بتاع محلات الكشري، رشه جوز الطيب. هبتدي اقلب كل المكونات مع بعض وبعدين هنزل عليهم بكوبايه ميه وهسيبهم يغلوا مع بعض. واول ما يبتدوا يغلوا مع بعض كده خلاص كده الصلصة جهزت. على طول هبتدي في سلق الحمص، هحط مية بتغلي وهنزل عليه الحمص على طول وهسيبهم يغلوا مع بعض. اول ما يغلوا احطهم، هوطي بقى النار واسيبه يستوي براحته. اول ما خلاص الاقي الحمص استوى وزي ما حضراتكم شايفين شكلها بقى كده خلاص كده استوى، صفيه وخلاص. هدخل على طول بقى في العدس، هحط ميه بتغلي برضو هنزل على طول عليه بالعدس وبعدين هغطي عليهم. واول ما الاقي العدس ان هو ابتدى يغلي هغطي عليه عشان ما يتهري، عشان هو كمان بيستوي على طول مش زي الحمص. واول ما الاقيه استوى زي ما حضراتكم شايفين كده هصفيه على جنب وهاخد ميته واخليها على جنب. وبعدين على طول هدخل في المكرونة، هحط مية بتغلي برضو وهحط نص كيلو مكرونة اسباجيتي او هو كيس اللي هو بيبقى لكيس المكرونة 400 جرام ده. وبرضو كيس مكرونة رفيعة اللي هي التحمير المرمرية. وبعدين هحط معلقة ملح كبيرة، وهحط كمان معلقة زيت من زيت البصل برضو.
وهديهم تقليبة وهحطهم برضو يستووا لغاية ما يستووا زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين هصفيهم. هنا بقى هندخل على الرز، هنحط 4 معالق كبار من زيت البصل برضو، وبعدين هنزل بكوباية شعرية، وهبتدي احمر الشعرية لغاية اما تاخد لون معانا. وانا بحب اغمق الشعرية شوية للكشري، بس هي الاضاءة مش عارفة في ايه يعني، بس هي الشعرية كانت اغمق من كده. وبعدين بحط 1.5 كوباية رز مغسول مصري مش منقوع، بغسله بس كويس وخلاص. وبعدين هبتدي اقلب فيه، هفضل اقلب فيه شوية كده عشان خاطر يبقى مفلفل. وبعدين هنزل بمعلقة توم صغيرة واقلب تاني. ده سر بقى من اسرار الكشري. وبعدين هحط معلقة ملح، نص معلقة كمون، وهبتدي اقلب لحد ما احس ان الرز اتحمص معايا كده. وهنزل عليه بمية العدس اللي انا صفيتها. وهنا انا حاطه 1.5 كوباية رز لكوباية شعرية، فهنا انا حطيت 2 كوباية مية. وبعدين على طول هندخل على الشطة، حط 2 معلقة زيت كبار من بتاع البصل برضو، وبعدين 2 معلقة شطة، وهبتدي اقلب فيهم. بس هنا انا كنت لابسه ماسك، لان لو مش لابسين ماسك بجد هتتبهدلوا، ريحه الشطه هنا بتبقى رهيبه. اول ما الشطه تبتدي تغلي كده هفضل اقلب فيهم. اول ما الاقيها بتبتدي تغلي كده هنزل بمعلقتين صلصه، بس هي للاسف ما اتصورتش، ونص كوبايه ميه. واول ما تغلي خلاص كده الشطه هتبقى جاهزه. وبعدين هنخش على طول في الدقة، هنحط 2 كوباية مية من اللي هي الكوباية العادية بتاعة الشاي. وبعدين هنزل عليهم على طول بمعلقة توم كبيرة، وبعدين معلقة كمون صغيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل أسمر صغيرة، معلقة كزبرة صغيرة، 1/4 كوباية خل، 1/4 كوباية عصير ليمون أو 3 ليمونات كبار. وهبتدي أقلب. وبرضو أول ما بتبتدي تغلي كده خلاص كده هتبقى جهزت معانا كده. خلاص بقى كل حاجة جهزت. هنبتدي بقى نعمل الطبق بتاعنا. هنزل بالرز، وبعدين نحط عليه المكرونة، وبعدين هنزل بالعدس. وهنا كمان انا بعد ما العدس استوى وصفيته حطيت عليه 1/4 معلقة توم وحبة كمون وحبة ملح وقلبتهم في بعض. وبعدين هنزل بالصلصة، وبعدين هنزل عليهم بالحمص والبصل المقرمش بتاعنا، الشطة والدقة. احسن من المحلات كمان. كشري بجد كان رهيب، نظافة وطعم، كل حاجة مضمونة ومعمول بنظافة، بجد كان طعمه حلو جدا. بتمنى